واحد فرنسي بيحكي معه، بس ما بيحكي معه بالعربي، بيحكي معه بالفرنسي. وهذا الشيء كتير غريب، انه شلون فرنسي عم بحكي فرنسي، مو الفرنسيين بيحكوا عربي. المهم بعدين بقعدوا بعرفونا على هاي الشخصية الكلب اللي بقول لك المخرج اكره هاي الشخصية من شان انا احبك. فانت تقول يعني تمام بكرهه ما في مشكلة. فالمخرج هون بشرح لك انه كان في كتير ناس قاعدين بحاولوا انهم يقتلوه، ومنهم بطلنا اللي هو تاج. فبكون تاج هذيك قاعد عم بتسلل، بفوت المسدس على راسه، وهون هذا الكلب بصيح للناس والناس كلهم بيلحقوا. وهذا اللي عم بسلح السيارة بقوم بركب السيارة وبجهزها، بفوت الفرنسيين الكلاب الوسخات. فهون بكتفي بانه يضرب بوكس وبزت حاله من الشباك. فهون اللي بكون عم بسلح السيارة بكون هو صاحبه لتاج، فتاج بركب معه بالسيارة وبطيروا، وبصيروا الفرنساويين بيلحقوهم بالسيارة. هون تاج بفرجينا انه هو كان يتفرج على وادي الذئاب من اول طلقة بصيبه براسه. وهي قوة التركيز، والرب يبارك ما ليش بيبتسم يعني ما بعرف. المهم هاي النكتة من شان ما حدا يفكرني غبي، لا هو ما مبتسم ولكن من قوة الضوء مصدوم. فمن الصدمة هاي تبعيته بعوج هيك على اليمين وبوم بصير بالبحر. فهون برجع بطلنا على بيته وبفرجونا مرته، ومرته بتكون حلوة. إذا كنتوا شايفين إنه مرته حلوة فحطوا لي لايك واشتركوا بالقناة. والله لا وصل مليون مشترك. فهون هي بتحكي له عن مشكلة صايرة معاها، فهو بقول لها تعي نحل هالمشكلة. تعال نحل المشكلة. وبفوتوا على الغرفة بسكروا الباب. وانا صراحة عندي مشكلة انه مشتركين قلال. فاليوم اللي بعده بطلنا بركب المترو وبطلع معه، بكون معه صاحبه اللي انقذه باليوم اللي قبله. ولكن فجأة بيطلعوا الفرنساويين وبقعدوا يفتشوا الناس اللي بالمترو، بطلبوا هويات كل شي ما معه كملك اسطنبول بقلعوه. هاي النكتة ما راح يفهموها لجماعة اسطنبول. وكل الموضوع بكون ماشي تمام لشيء انه صاحبه لتاج بقول له انه والله انا في معي مسدس. الفرنساويين اذا شافوا معك مسدس بفتحوا عرضك، ونحن ما بدنا اياهم يفتحوا عرضك. فهون تاج بشغل عقله بقول له ناكتة شغلتك ناكتة. نافذة. نافذة إن شاء الله عندي. فهون تاج بوقف قدام الشرطة وبفكر حاله جبل. يعني للأسف ليش المخرج ما قال له لتاج انه انت ترى مالك جبل، انت وانتاج. بقعد بسوي مراجل على الفرنساويين. لك سكر دمك، انت اللي سكر امك. خلاص امك. الفرنساويين بكبشوه بطبزوه وبقلعوه، ولكن هو بكون مبسوط وبقول له انه ترى قلت لك انه ناكتة. قلت لك نافذة. ترى ناكتة انت اكلت هوا، والمذيع بقول انه انت تحولت حياتك لأسوأ. رح تتغير حياته بالكامل. المهم فهون بنتقل المشهد للمعسكر تبع السوريين اللي بسوريا اللي مستحلتها فرنسا. سبحان الله سوريا ما بعملها خلصت من الاستعمار. المهم بكونوا بهذا المستعمر، فجأة بندق الباب، فواحد بروح بفتح الباب بيطلع الأجل هو القدر. الله أكبر الله أكبر، أجل أجل الله أكبر. بنفجر الباب عليهم وبموتوا كلهم إلا واحد اللي هو صاحبه لتاج. فبيجي هذا الكلب اللي حكينا عنه بأول الحلقة بيحكي معه لصاحبه لتاج، بفضفض له، بحكي له مشاكله هو ومرته، مشاكله هو وأولاده. مثلا بقول له والله أنا ابني ما بيعرف يلعب فورتنايت، برأيك أخليه ينقل على الببجي ولا أتركه على الفورتنايت؟ فبقول له والله شوف كال اوف ديوتي أحلى. ما بعرف مش بيحكوا مواضيع. ترى انت جاي تقتله، خلاص اقتله على السريع. هلا رح تقولوا ايش بك، ترى انت زودتها يعني مستحيل يكون مطول مع الموضوع كل هالشيء. اذا مالكم مصدقين شعل له سيكارة. يلا هيك مشاهد بتحل المسلسل كتير. مو ضروري اصلا المسلسل يكون طبق من الحقيقة، لازم انه يزودوه هيك اشياء سينمائية منشان انه تخلي المسلسل يصير احلى. هلا رح تقولوا لي طيب انت ليش قاعد عم تتمسخر؟ يعني من شان مشاهدات اكيد ما بدور على انه الناس يسبوني. فبعد ما تخلص القعدة الحلوة اللي كلنا بنتمنى انه نكون فيها، بتطلع جنازتهم. وبهاي الجنازة كلهم الناس بتهموا بطلنا اللي هو تاج انه شوف والله انت كلب، وانت لما رحت لعند الفرنساويين انت اللي اتهمتهم، انت اللي خبرت عليهم. ما في كلمة اتهمتهم بس قلتها ما راح اقصها من المنتج. فهون تاج بنزعج كتير انه انا اللي مقص، انا تاج، انا البطل الاسطورة الكذا، بيقولوا عني هيك. فبروح ببكي، لا ما بروح، فبنزعج منهم وبضل طالع. فهون كل الناس بيقولوا بطلنا نوثق فيه لهالوسخ لانه هالوسخ مو زلمة. وبعد 5 سنين بنشوف بطلنا هو رايح على الشغل. فهون كلنا بنقول عجب ايش بيشتغل، معقول بطلنا بيشتغل مع المافيا، معقول بطلنا بيقعد بده هو يحرر سوريا، معقول بطل بالاخير بيطلع بطلنا خياط. لا ومو بس خياط، خياط وبتاخر على شغله والمعلم ببهدل. بالله عليك انت مالك احسن منه؟ انا صراحة احسن، كنت اتاخر بس اخر فترة قلت لا بدي اصير زلمة كويس، فبطلت اروح على الشغل.
واليوم اللي بعده في تاج بيقعد بمشط شعر بنته وفجأة بيندق الباب، بينزل من شان انه يشوف مين على الباب وبتطلع مرته. كنا بنقول انه مرته جاي لعنده، ليش يحطوه هي اهم حدث بالحلقة؟ لانه هو اخر حدث من اول حلقة بكون هو اهم حدث، لانه هذا الحدث مفروض انه يحمسك للحلقات الجاي. فواحد تجي مرته على البيت، معقول هذا الشيء يكون حماس؟ يعني بكل بيت بتصير كل يوم. ولكن بالحلقة اللي بعدها بنكتشف انه مرته هي مطلقته متجوزة واحد تاني، ولا ومرته لساتها بنت صغيرة متجوزة بواحد ختيار قد ابوها. طبعا اكيد هذاك الشخص اللي تجوزته ماله زنجيل. بيطلع هذا الزنجيل مين هو؟ ال11. المشكلة مو هون، المشكلة انه اذا بتسأله منين جبت مصراتك بقول لك والله اشتغلت عليهم. كذاب، كلنا بنعرف انه هدول ذهبات ابو ابراهيم الحمصاني. المهم فهون بطلنا بلتقي مع هي الشخصية. طبعا هاي الشخصية ايش قصتها؟ هاي الشخصية فيك تقولوا فيسبوك بنقول له كل شيء اخبار. فهون بحكي له الغاز، وبين الالغاز هيك بتحشروا نكتة بيناتهم، ومن تعابير تيم حسن فيكم تشوفوا ايش قد هالنكتة بتضحك. المهم نتيجة هالحكي انه في واحد هو قاعد عم بخبر الفرنساويين بالاخبار اللي قاعدة عم بتصير، واكثر الشك بكون هو على الرياض. ومين الرياض؟ مين الرياض؟ هو جوز مرته لتاج. وهون بنشوف شقد حظه حلو لبطلنا، لانه اول ما بيطلع من القهوة بلاقي المترو قاعدة بستناه. سبحان الله. فهون بنتقل مشهد لجامعة، وبكونوا بهاي الجامعة متفقين انهم يسووا مظاهرة كبيرة ضد الفرنساوية، بكونوا كلهم شادين حيلهم وزلم وكفوا وكلنا فدا سوريا. اول ما بيطلعوا بلاقوا الفرنساويين قاعدين عم بيستنوا. ف فانه يعني بيقولوا خلص وصلنا لهون فخلينا نكمل. بيطلعوا بتظاهروا بعيطوا سوريا حرة تحت مستقرة ما بعرف ايش. فهون الفرنساويين كمان بيقولوا يعني ايش نسوي، وصلنا لهون وما نضرب. فهون الفرنساويين بلشوا ضرب بالسوريين. وهون بنشوف السوريين شد بحبوا بلدهم، فنصهم بيقعدوا بيقتلوا وبياكلوا قتلة، ونصهم بروحوا يحرروا بلدهم. ترى هون هو القتالة هون وين رايحين. فبنتقل مشهد لعند بطلنا، هو قاعد عم بيلعب قمار وبيخسر لشي يخسر كل مسرقته. بقعد بقول له لرفيقه ديني 50 ورقة، بقول له سكتلن. برجع بقول ديني يا زلمة برجالك ياهن وكذا وقر. بالاخير بيجي واحد بقول له انا بدينك، بقول له تعال معي، بقول له تمام بجي معك. فهون هذا النصاب بيقول له لتاج رح ادينك 3000 ليرة، واذا ربحتها فالمربح بالنص، واذا خسرتها فراح ترجلي لك 3000 كاملة. فهون صاحبه لتاج بقول له لا ترى دير بالك. فهون مثل ما خطر على بالك اكيد اي واحد راح يكون محل تاج راح يرفض هذا الموضوع، لانه اكيد ما راح يكون غم. المهم تاج قبل واخذ المصاري وراح. فتاج بروح وبكمل لعب وكل الموضوع تمام، وبربح وبضل بربح لشيء انه يجي ورق كويس، كون ضمنان انه بهالورق هو راح يربح. فبحط مصاري والضد بزود، فهو بزيد وهذاك بزيد لشيء انه تاج حط كل المصاري اللي عنده اياهم. ولكن الشخص اللي عم بلعب ضد تاج هو شخص نصاب وقاعد عم بغش من الشخص اللي وراه، لانه اللي ورا تاج قاعد هو عم بشوف ورق تاج وقاعد عم بغمز له لهداك من شان انه يقول له يلعب على اي اساس. وهداك فوق ما انه عم بغش بهاي الطريقة، ففي واحد جنبه قاعد عم بدله الورق. فهون تاج بخسر كل مصراته. شو الفيلم غش مبينه، بص ايدي اذا ما عم تبدلورها. وهون بنكتشف شقد انه تاج روحه رياضية وما عنده مشكلة انه يخسر كل مصراته. فهون بنكون وصلنا على شبه اخر الحلقة، وبرجع بندق الباب، فبتقول انه خلص المسلسل بدهم ينهوا كل حلقة بدقة الباب. فبروح بفتح الباب وبطلع اللي على الباب هو رياض. مين رياض؟ فاكيد بطلنا ما كان يحبه. فبفوت لعنده بيعطيه معلقة صغيرة استهزاء ونص كاسة مسخرة و40 ملي مزلة، بقول له انه المصاري اللي انت تدينتن مني، وهذا هو السند وعليه بصمتك. فهون تاج بنبسط كتير وبكسر البلور وبتنتهي الحلقة الثانية. هذا المسلسل شايفه انه مسلسل كتير حلو، وتوجهه الفني يفتح عرضه اسطوري، لانه توجهه الفني فعليا بفرجيك انه وقت الفرنساوية كان العالم هيك، ما كان العالم مثل باب الحارة. كان في أسلحة، كان في سيارات، كان البنايات هيك شي طبيعي. إذا بتشوفوا بالتاريخ بتشوفون هيك، بتشوفون بالألعاب بتشوفون هيك. ما في ولا أي شي بفرجيك إنه مثل ما كانت بباب الحارة إلا المسلسلات السورية. ولكن هذا المسلسل من ناحية إنتاج وتفجيرات وإخراج وألوان ومدينة يا عفو الله كله أسطوري. بس لهون بكون وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله إنه يكون عجبكم. لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر التنبيه. وانستغرامي تابعوني عليه والرابط بالوصف، والتيك توك نفس الشيء. وبس سلام.